تعالوا بقى نعمل مع بعض صينية بسبوسة زي بتاعة المحلات بالظبط وبنفس اللون الذهبي الحلو ده. فيلا بينا نبدأ ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة على النار هحط كوباية من السكر واسيبها لحد لما السكر يسيح كده من تحت ويبقى لونه ذهبي. هبتدي بقى اقلبها عشان باقي السكر يسيح. بعد بقى ما كل السكر ساح كده هحط عليه معلقتين كبار من السمنة او الزبدة واقلبهم مع بعض بقى كويس عشان السكر اللي اتكتل ده يرجع يسيح معايا تاني. بعد كده هحط عليهم كوباية لبن سخنة واطفي النار عشان ما تفرش وتبهدل الدنيا. بعد كده بقى هقلبهم مع بعض كويس وارفعهم على نار هادية، واول ما السكر يدوب تاني ويبدأ يغلي هطفي النار واسيبه لحد لما يبرد خالص. عندي بقى هنا كوبايتين من دقيق السميد، هحط عليهم نص معلقة من البيكنج باودر ومعلقتين من جوز الهند واخلط بقى كل المكونات بتاعتي كده كويس. وبعدين هحط عليهم خليط الكراميل ده بعد لما برد خالص وابتدي اقلبهم بقى مع بعض من تحت لفوق كده بالراحة عشان الدقيق كله يتشرب من الكراميل. بعد كده هدهن الصينية بتاعتي بالسمنة، بنحط سمنة كتير عشان الحلويات الشرقية بتحب السمنة. وبعدين هنزل بالخليط بقى في الصينية وابتدي افرده كده واسويه بالسباتولا لحد ما يتفرد في الصينية كلها. والخطوة دي بقى اختيارية، ممكن احط مكسرات وممكن لا. بدخلها الفرن على درجة حرارة 180 من 15 ل25 دقيقة. بعد كده لما تطلع هحط عليها السيرب بتاعي، والسيرب بيبقى سخن، يعني البسبوسة تبقى سخنة والسيرب بيبقى سخن. سيبها لحد لما تتشرب وبعد كده بقى اقطعها. بصوا بقى شكلها عامل ازاي، واخدة اللون الذهبي ده من غير شواية ولا اي حاجة، ونفس الترميلة بتاعة المحلات، وطعمها بقى تحفة. جربوها وبألف هنا وشفا.